الحمد لله رب العالمين، رفع السماء بقدرته وبسط الأرض بقوته، اصطفى جبريل لحمل رسالته، واصطفى ميكائيل لقطرته، واصطفى إسرافيل لنفخته، واصطفى ملك الموت لقبضته. نبئوني عن العرش وعن حملته، نبئوني عن الكرسي وعن عظمته، نبئوني عن الموت وعن سكرته، نبئوني عن القبر وضمته، نبئوني عن آدم وعن كلمات توبته، نبئوني عن نوح وسفينته، نبئوني عن صالح وناقته، نبئوني عن شعيب وفصاحته، نبئوني عن يوسف وإخوته، نبئوني عن قارون لما خرج على قومه في زينته، نبئوني عن فرعون وعن جثمانه وجثته، نبئوني عن الفاروق وعن شهامته، نبئوني عن عثمان وعن حيائه وعفته، نبئوني عن أسيد وتلاوته، عن خزيمة وشهادته، نبئوني عن محمد في مولده وبعثته، نبئوني عن محمد في صدقه وأمانته، نبئوني عن محمد في هجرته، في صحابته، في زوجته، في ابنته، في أمته، فالكل يوم القيامة في شفاعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وأستاذنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلى عليه الله جل جلاله ما لاح نور في البروق اللمعي. يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي المصطفى ما أمت الزوار مسجد يثربا. ماذا أقول ورب العرش مادحه من فوق 7 سماوات وأرضين، في سورة النجم والأحزاب والشعراء وسورة الفتح والشورى وياسين، عليه 1000 صلاة بعدها 100 مضروبة في 8090. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته في جنان الخلد يا رب العالمين. أما بعد أحبتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أما بعد أحبتي، نفعل الذنب تلو الذنب والقلوب باردة قست كالحجارة، بل أشد قسوة من الحجارة. حديثنا اليوم عن الخوف من الله. يقول جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن ثمرات الإيمان الخوف من الله جل وعلا. أمرنا الله بالخوف منه، قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: قال الله وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا
أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأنا أشدكم له خشية. يقول: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما يوجد موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد وملك راكع. والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. والله لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. نصرخ لو علمنا ما يعلم النبي. ماذا كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخاف هذا الخوف؟ تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح قام وقعد ودخل وخرج. لما يا رسول الله؟ قال: أخاف أن يكون الله أمر إسرافيل بالنفخ في الصور، يخاف من الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا سيدخل النار لظننت أنني ذلك الرجل الذي سيدخل النار. هذا في مقام الخوف من الله. ويقول في مقام الرجاء: لو أن مناديا نادى يوم القيامة أن كل الناس سيدخلون النار إلا رجلا واحدا سيدخل الجنة لظننت أنني هو ذلك الرجل الذي سيدخل الجنة طمعا في رحمة الله. لذلك ربك جل وعلا يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يرجينا في رحمته ثم يخوفنا من عذابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويقول جل وعلا: ويحذركم الله نفسه. ويقول جل وعلا: وإياي فارهبون. ويقول جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هل خفنا من الله؟ هل عدنا؟ هل خوفنا من الله منعنا من الذنوب؟ هل قلت لنفسك إن الله يراني؟ عندما تغلق الأبواب يا مسكين حتى لا يراك الناس، هل تعلم أن الله يراك؟ يقول إبراهيم بن أدهم لما جاءه رجل أراد أن يعصي الله قال: إذا أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. كيف لا يرانا وهو الذي خلقنا من عدم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل فقير يسأل ويقول الشعر في عمر حتى يعطيه. يقول له: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكس بناتي وأمهن وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلنه. بيقسم على عمر علشان يديه صدقة. فيقول عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لأمضينه، همشي. قال عمر: وإذا مضيت
يكون ماذا؟ قال والله يا عمر عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر واشتد بكاؤه ودخل بيته ليأتي بشيء للرجل، فلم يجد في بيته شيئا يعطيه للفقير. لم يجد شيئا في بيته وهو أمير المؤمنين يعطيه للفقير، فخرج إليه وخلع رداءه وقال يا هذا خذ هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي بثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. هذا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه. دخل العلي بن الحسين الهاشمي على جل له وهو يموت، فيقول له يا أبا علي اتق الله وتب إلى الله، لعل يكون هذا اليوم آخر يوم لك في الدنيا وأول يوم لك في الآخرة. تب من ذنوب الخلوات التي فعلتها، تب وعد إلى الله. وزاد عليه فقال المريض الذي يموت أسندوني حتى أجلسوني، فجلس وقال له أتخوفني من الله وأنا أموت؟ أتخوفني من الله وتذكرني ذنوبي وأنا أموت؟ والله لقد حدثني حماد بن سلمة عن يزيد الرقشي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر يوم القيامة ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أحسنوا الظن بالله، خافوا من الله وارجوا الله. عليكم أن تخافوا وأن ترجوا. المؤمن يعيش في الدنيا بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. يقول ابن القيم الخوف هو الصوت الذي يسوق الله به عباده إلى جنته ودار مقامته. ويقول القلب الذي ليس فيه خوف الله هو قلب خرب، هو قلب خراب. ومن خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف من الله خوفه الله من كل شيء. اسمعوا ماذا حدث لعمر من امرأة مسلمة. عمر وهو ينفض الليل عن الكروب المخبوءة يمشي في ظلام الليل فيجد نارا تهتك حجاب الظلام. وهذه القصة بعض العلماء ضعفوا بعض الألفاظ فيها، ولكن العبرة والموعظة. فيجد نارا في ظلام الليل
تهتك حجاب الظلام، فيقول لعبد الرحمن بن عوف: هيا بنا لنرى ماذا وراء هذه النار. البرد قارس والظلام دامس والرعية نائمون والراعي بينه وبين النوم جفوة. فيأتي إلى النار فيجد امرأة تضع قدرا على النار به ماء وفي الماء حصى، فيقول لها: يا أمة الله، ما هذا الذي على النار؟ وأولادها يبكون. يقول أحدهم: أمي أكاد أموت جوعا. ويقول الآخر: أمي ارحمي مني الضلوعة. ويقول الثالث: أمي ألا أحظى بأكل قبل أن أمضي صريعة؟ فيقول لها عمر: ما هذا الذي على النار؟ فتقول: قدر فيه ماء وفي الماء حصى، أضعه على النار فأخدع الصبية حتى يناموا من الجوع. فيقول لها عمر: مما تشكين؟ فتقول: الله الله في عمر، الله الله في عمر. فيقول لها: وما ذنب عمر؟ وهي لا تعرف من تكلم، لا تعرف أن هذا عمر. وما ذنب عمر؟ فتقول له: أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ أيلي أمرنا ويتركنا جياع ويغفل عنا؟ وإذا بعمر يقول لها: أتاك الخير يا امرأة. فيذهب إلى وزارة تموينه ويقول لحارس الخزانة: يأتي بجوالا من دقيق، ويقول له: احمل علي. فيقول له الحارس: أحمل عنك أم عليك يا أمير المؤمنين؟ قال: بل احمل علي. الحارس لا يصدق، أمير المؤمنين هيشيل على كتفه: يا أمير المؤمنين أحمل عنك أم عليك؟ فقال له عمر: سكلتك أمك، بل احمل علي. أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ ويحمل عمر الدقيق على ظهره ويذهب إلى أم الأيتام ويجلس أمام نار الدنيا ليقي نفسه نار الآخرة. وبيده الشريفة يطعم الأطفال، فتنظر له أم اليتامى وتقول له: والذي بعث محمدا بالحق إنك أحق بالخلافة من عمر. وهي لا تعرف أنه عمر. فقال لها: يا أمة الله، إذا كان الغد فاذهبي إلى عمر، ستجديني عند عمر. روح لعمر هتلاقيني هناك، هوصيه عليك. ويذهب عمر. هل يذهب إلى إحدى استراحاته في التكييف والشاليهات؟ لا، بل ذهب واختبأ خلف صخرة، وعبد الرحمن يقول له: البرد قارس يا أمير المؤمنين، هيا بنا. فيقول له عمر: والله لن أدع مكاني هذا حتى أترك الأطفال وهم يضحكون كما أتيتهم وهم يبكون. ويأتي الصباح وتذهب أم اليتامى إلى مقر القيادة، فتجد الرجل الذي كان معها بالأمس جالس، وعن يمينه ابن مسعود وعن يساره علي، وأحدهما يقول له: يا أمير المؤمنين. فسقط في يديها: أهذا عمر الذي قلت له بالأمس أشكوك إلى الله؟ الذي قلت له بالأمس أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ فزعت
وكأن الزلزال تحت قدميها، فيقول لها عمر: لا بأس عليك يا أمة الله، أنا عمر، أتدري فيما دعوتك؟ دعوتك لتبيعي لي مظلمتك التي ظلمتك إياها بالأمس. قالت: لا، لم تظلمني، أطعمت أولادي وحملت الدقيق، لم تظلمني. قال: بل ظلمتك، بكم تبيعينها؟ قالت: عفوا يا أمير المؤمنين. قال: اشتريتها منك ب600 درهم. وأتى بالكتاب والقلم: اشهد يا علي، اشهد يا ابن مسعود، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مظلمة فلانة اشتراها منها عمر بن الخطاب، وشهد على ذلك علي وابن مسعود، وأقبضها الثمن وقال: إذا أنا مت فضعوا هذه الوصية بين جسدي وكفني حتى ألقى الله بها يوم القيامة. ضعوا هذه الوصية بين جسدي وكفني حتى ألقى الله بها يوم القيامة. هذا هو عمر، وهذه رجولته، وتلك شهامته، وهذيك نخوته. إنه عمر علم الدنيا العدل، تلميذ الحبيب صلى الله عليه وسلم. علينا أن نخاف وأن نرجع وأن نتوب. رجل يراود امرأة عن نفسها، وكانوا في قافلة في سفر، فنام الناس وأراد أن يفعل معها الفحشاء، أراد أن يزني بها، فقالت له: يا هذا انظر هل نام الناس؟ فذهب وعاد سريعا فرحا جزلا، قال لها: نام الناس ولا يران إلا الكواكب. فقالت له: فأين مكوكبها؟ فأين الله؟ هل يرانا؟ فسقط على الأرض مغشيا عليه من كلامها. أعادته إلى رشده وتاب إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فتوبوا إلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا حبيبي يا رسول الله، صلت عليك ملائكة الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. الخوف من الله هي شجرة طيبة مباركة، إذا نبت أصلها في القلب امتدت إلى الجوارح فأنبتت وأثمرت خوفا وخشوعا من الله، قولا كريما وعملا حسنا متقبلا وعملا كريما. الخوف من الله هي عبادة عظيمة، فعلى المؤمن أن يعيش في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء، بين الخوف وبين الرجاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويعلمنا كما جاء في صحيح البخاري قال: كان رجل ممن كان قبلكم قد رغسه الله مالا، أعطاه مال كثير فأسرف على نفسه، ولما
أتاه الموت جمع بنيه، جمع أولاده، قال يا أبنائي أي أب كنت فيكم؟ قالوا كنت خير أب. ما أنت مدلعنا، بتدينا اللي احنا عايزينه، بتسيبنا نعمل اللي احنا عايزينه، نفعل كل شيء، كنت خير أب. فيقول والله إني لم أفعل خيرا قط. يا أبنائي إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم أتوا إلى يوم شديد الريح فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وأخذ عليهم العهود والمواثيق، فلما مات أحرقوه ثم طحنوه ثم جاءوا ليوم شديد الريح فذروا وبدروا نصفه في البر ونصفه في البحر حتى لا يجمعه الله وحتى لا يحاسبه الله. هو ظن أن الله لن يجمعه، وهذا كفر، هذا كفر بالله، وشك في الآخرة، وهذا كفر. اسمعوا ماذا حدث له. فيقول ملك الملوك قال للبحر يا بحر اجمع ما فيك، وقال للبر يا بر اجمع ما فيك، فجمع البحر ما فيه وجمع البر ما فيه، وإذا الرجل قائم بين يدي الله فقال له الله يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب مخافتك، الخوف منك يا رب، أخاف منك فقط، مخافتك وأنت تعلم. فقال الله له صدقت، ادخل الجنة، ادخل الجنة. يقول النبي فتنافاه الله فغفر له. ابن القيم يقول هذا الرجل كافر بجموع أهل العلم، ولكن الله عذره بجهله، وكان عنده حسنة واحدة وهي الخوف من الله، فغفر الله له من أجل هذه الحسنة، خوفه من الله. والله لو خفنا من الله ما فعلنا الذنوب. روى الإمام أحمد والحافظ ابن أبي الدنيا في مسنديهما والبزار وغيرهما، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وفي السنة الشريفة، وهو حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أخرج رجلين من النار يوم القيامة وأقامهما بين يديه فقال لهما كيف كان مقيلكما في النار؟ قالوا يا رب كان شر مقيل، نار وعذاب وجحيم وألم، كان شر مقيل يا رب. فيقول الله لهما هذا بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد، ارجعا إلى النار، ارجعا إلى النار. فيشتد أحدهم في سلاسله فلا يتحرك، ويتلكأ الآخر، يرفع رجله ويحطها، مش عايز يمشي، هيروح النار. يشتد أحدهم خوفا ورعبا من الله ومن النار، ويتلكأ الآخر. فيقول الله للأول ما حملك على ما صنعته؟ يقول يا ربي جربت وبال معصيتك وإني أخافك. فقال الله له
نجاك خوفك، اذهب وادخل الجنة. نجاك خوفك، اذهب وادخل الجنة. ويقول للثاني: ما حملك على ما صنعته؟ لما تلكأت؟ لما لم تتحرك؟ لما تمشي في مكانك؟ قال: يا رب رجوتك، وكان ظني فيك أنك إن أخرجتني من النار لن تعيدني إليها أبدا. فقال الله له: نجاك رجاؤك، الحق بأخيك وادخل الجنة. الخوف والرجاء يا عباد الله، والله لن ينجينا، والله سينجيك الخوف الصادق والرجاء الصادق. دخل رجل على طوس ابن كيسان في دمشق، الإمام الكبير، لينهل منه العلم. وبعد أن انتهى خرج من عنده فأمسك بيديه وقال له: ألا أجمل لك العلم كله في كلمة؟ ألا أجمع لك علم القرآن والتوراة والإنجيل والزبور في كلمة؟ ألا أجمع لك علم الكتب كلها في كلمة؟ قال: بلى. قال: خف من الله مخافة حتى لا يكون شيء في قلبك أخوف منه، وارجو الله رجاء حتى لا يكون شيء عندك أرجى منه، واصنع للناس ما تحب أن يصنعوه لك، وقل في الناس ما تحب أن يقولوه عنك. هذا كل العلم، أن تخاف وأن ترجو وأن تمسك لسانك. أبو بكر الصديق كان يضع في فمه حصوتين كده، بيحطهم في فمه ولا يخرجهم إلا ساعة الطعام وساعة الذكر. أبو بكر الصديق ويمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج 4 من النار يوم القيامة لظنهم أنهم قد ظلموا في الحساب، فيعيد لهم الحساب فيتأكدون أنهم في النار، فيذهب بهم إلى النار، يؤمر بهم إلى النار، فإذا بأحدهم يلتفت إلى الله ويقول: يا رب ما كان هذا ظني بك في الدنيا. أحدهم وهم يذهبون إلى النار يلتفت إلى الله يقول: يا رب ما كان هكذا ظني بك في الدنيا. فيقول الله له: وما كان ظنك بي؟ قال: كان ظني بك إن أخرجتني من النار لن تعيدني إليها. قال: وأنا عند ظنك بي، اذهب إلى الجنة وخذ منها ما شئت. ما أرحمك يا الله، ما أرحمك يا الله، يا من يرى ما في الضمير ويسمع. أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرعه؟ نقرع بابك يا رب، ليس لنا إله غيرك نرجوه. الخوف من الله موضوع كبير، ومهما تحدثنا لن ننهيه، ولكن هذه الأيام أيام مباركة. عد وتب مهما فعلت من الذنوب، والله سيقبلك الله، سيغفر لك مهما كانت ذنوبك. لو بلغت عنان السماء، لو فعلت ما فعلت سيغفر لك. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنس، وقد احدودب ظهره ورق عظمه وسقط حاجباه على عينيه،
يقول يا محمد كيف برجل فعل الذنوب كلها؟ يا رسول الله كيف برجل فعل الذنوب كلها ولم أترك حاجة ولا باجة إلا أتيتها؟ لو وزعت ذنوبه على أهل الأرض لوسعتهم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هل أسلمت؟ قال أنا مسلم. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك يغفرها الله. عد آن الأوان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن لنا أن نعود؟ اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عنك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم هون على أهل سوريا. اللهم هون على المسلمين. اللهم هون على المسلمين. اللهم هون عليهم. اعف عن تقصيرنا. اعف عن تقصيرنا. تقبل دعاءنا واقبل رجاءنا. اغفر لنا الذنوب كلها التي نعلمها والتي لا نعلمها. اللهم يسر أمورنا. اللهم يسر أمورنا. اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا في أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم كل من حضر هذا اليوم وسمع الكلام عنك والخوف منك والرجاء فيك اللهم فاجمعنا بهم في الفردوس. اللهم اجمعني بهم في الفردوس. اجمعنا مع حبيبك محمد وليس ذلك عليك بعزيز. اجمعنا مع حبيبك محمد. اجمعنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. نرجوك ونرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. نرجوك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء واجمعنا على لا إله إلا الله. أصلح ذات بيننا. ألف بين قلوبنا. ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللهم